هل عمرك حسيت انك واقف مكانك كل يوم بيعدي زي اللي قبله؟ نفسك تتغير، تطور شخصيتك، تجذب النجاح لحياتك، بس مش عارف تبدأ منين؟ في الفيديو ده هقولك على خطوات عملية لو مشيت عليها شخصيتك هتتغير 180 درجة والنجاح هيبدأ يدق بابك. استعد لان ده مش فيديو تحفيزي عابر، ده بداية رحلة جديدة. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اول خطوة لتطوير شخصيتك هي انك تكون صادق مع نفسك. اسأل نفسك ايه نقاط قوتي، ايه نقاط ضعفي، انا بخاف من ايه وبحب ايه. امسك ورقة وقلم واكتب كل حاجة تعرفها عن نفسك، لان التغيير حقيقي هيبدأ مع الوعي. حدد اهداف واضحة، النجاح مش صدفة، النجاح خطة. لازم يكون عندك رؤية انت عايز توصل لايه. قسم هدفك لاهداف صغيرة واعمل تايم لاين لنفسك كل يوم تقدمه حتى لو خطوة بسيطة. انضبط، الالتزام مش رفاهية، التزام مش بس انك تشتغل، وده انك تشتغل حتى وانت في مزاج. حدد لنفسك روتين يومي، تصحى بدري، تلعب رياضة، طور نفسك، تتعلم حاجة جديدة. فاكر دايما ان النجاح اكبر في الحياة يبدأ من الصفر. عادة، طور عقلك، دايما اتعلم. الشخص الناجح عمره ما بيقف عن التعلم. اقرأ كتاب، اسمع بودكاست، تابع كورسات اونلاين، كل معلومة جديدة بتاخدك خطوة اقرب لحلمك. طور مهارتك الاجتماعية، الشخص الناجح بيعرف يتكلم ويسمع ويتعامل مع الناس. درب نفسك على الثقة بالنفس ويتكلم قدام المراية. خليك شخص ايجابي وادي طاقة حلوة للناس، الطاقة دي بترجع لك اضعاف. تخلص من الاشخاص السلبيين، كل شخص حواليك بيسبب اثر فيك. لو حواليك ناس بتحبطك او بتشككك فيك ابعد عنهم. الفشل مش نهاية، اوعى تخاف من الفشل لانه جزء من الرحلة. كل تجربة بتقربك من النجاح الحقيقي. اللي بينجحك هو اللي بيقع ويقوم ويكمل. خليك صبور وثابت، التغيير مش بيحصل في يوم وليلة. الصبر مفتاح النجاح والاستمرارية هي اللي بتفرق. كل يوم اشتغل على نفسك حتى لو نسبة 1%. وفي النهاية يا صديقي، شخصيتك هي مفتاح نجاحك. كل لحظة بتعدي هي فرصة انك تبني نسخة اقوى منك. ما تنساش الظروف تتغير، خليك انت التغيير. لو عجبتك الخطوات دي وبدأت تحس انك جاهز تبدأ، اكتب لي في الكومنتات اول خطوة هتاخدها النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشير القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، لان اللي جاي اقوى. وافتكر دايما النجاح بيبدأ من قرار خده دلوقتي. وبس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.